تعالوا النهارده نعرف أسعار التلاجات لسنة 2023 للشهر الحالي اللي إحنا فيه ده شهر 6 يعني شهر يونيو. الأسعار دي بتاعة الشهر ده، لإن طبعًا أنتم عارفين الأسعار متغيرة كل شوية وكل يوم بحال. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي فاطمة، باعمل فلوجات وريفيوهات كتير أكيد هتفيدِك. مش تنسي تشتركي في القناة وتعملي لايك وشير كتير للفيديو. أول تلاجة معانا وهي تلاجة فريش 362 لتر لونها أسود. سعرها 15,450، والسعر ده موجود على موقع اسمه أكازاتي. مش بقولك انك تشتري منه، اشتري من المكان اللي انت عايزاه، بس لو مش لاقيها في السوق فهي موجودة على الموقع ده بسعر 15,450. ده شكل التلاجة من جوه كده زي ما انتوا شايفين. بيبقى موجود فيها رفين، وموجود الرف التالت ده اللي بيبقى ساند على الدرج بتاع الخضروات والفواكه. هي بتبقى ضمان 10 سنين وضمان فول، يعني على كل الأجهزة اللي فيها، يعني الموتور وكل حاجة. وده شكل الفريزر بتاعها. طبعا في فتحات تبريد في جوه الفريزر كله عشان توزع التبريد بشكل كويس الفريون. وكمان في البوكس بتاع مكعبات التلج ده. وتقدري كمان انك تشيليه وتستغلي المكان. هي بشاشة زي ما احنا متفقين. دي بقى معانا التلاجة اللي معانا بعد كده، هي اريستون كومبي 368 لتر، بتبقى 13 قدم، هي كلاس ايه. مش هقولك سعرها لان هي اصلا مش متوفرة في السوق، فملهاش لازمة ان انا اقول سعر. هم اكيد شايلينها علشان هيغلوها. على فكرة انا بحب الديزاين بتاع الكومبي جدا. يعني زي ما تحسوا كده ان الفريزر بتاعها شكله كده ديب فريزر صغير. بيبقى عبارة عن 3 أدراج زي ما انتوا شايفين كده. يعني حبيت الكومبي ده جدا يعني. وده بيبقى شكلها من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي 13 قدم، يعني تحسوا ان هي كنزة شوية. انت لو عايزة فكرة التلاجة الكومبي دي، هي فكرة ممتازة على فكرة، وانا حباها جدا. في ناس كتيرة جدا بتشكر فيها، وفكرة مش تقليدية. بس 13 قدم دي زي ما انتوا شايفين كنزة قوي يعني. يعني نوسع على نفسنا شوية. تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده. التلاجة اللي بعد كده وهي يونيون اير 370 لتر بشاشة زي ما انتوا شايفين. سعرها على موقع اسمه الغزاوي ب 18,100، وهي بتبقى 13 قدم. يونيون اير زي ما احنا عارفين بتبدع في الشكل جدا. لكن يعني هي مش احسن تلاجة. يعني مش هقول ان، يعني مش عارفة اقول ان هي تلاجة كويسة. بس في ناس كتير جدا بتشتكي من ماركة يونيون اير عامة، مش شرط في التلاجات بس. لكن تقريبا في كل الاجهزة بتاعتها الشكل بتاعها بيبقى مبهر والسعر بتاعها بيبقى مغري. لكن يونيون اير عطلها كتير جدا جدا، يعني في ناس كتير اشتكوا منها. بس وطبعا لو تختلي، يعني يا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنت. يعني كلامي صح ولا لا. لو حد جرب اي جهاز يونين اير عامه يقول لي تجربته. وده بيبقى شكله من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. زي ما قلت لكم هما بيبدعوا في التصميم يعني. يعني بيهتموا بالشكل كويس جدا، وكمان السعر بتاعها بيبقى مغري. يعني في ناس كتيره بتقع في الفخ ده. تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده وهي ال جي 478 لتر 17 قدم. وسعرها برضو موجود على موقع اسمه الغزاوي ب51,000. الموقع ده بالذات أنا بحب أجيب لكم منه، علشان هو سعره زي الأسعار الموجودة في السوق، يعني زي الموجودة في المحلات، مش زي المواقع التانية بيبقى مغلي. لا، هو بصراحة الموقع ده مش بيبقى مغلي أبدا، اسمه الغزاوي. زي ما قلت لكم سعرها 18,100، وده بيبقى شكلها من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قصدي اسفه، ب51,000. ب18,100 دي يونيون اير. لكن دي بتبقى 17 قدم. الله اكبر زي ما انتوا شايفين، واسعه جدا. يعني ال جي يعني لا غبار عليها. يعني ال جي ماركه كويسه جدا. هي عندي اصلا وما شاء الله داخله في 10 سنين. ما شاء الله ما فيش ولا مره صلحتها. بصراحه يعني ال جي بتبدع في منتجاتها يعني. ماركه لا غبار عليها. ممكن الادراج بتاعتها بتبقى عايزه محافظه شويه علشان ما تتكسرش منك. بس الديزاين رائع وواسعة. يعني 17 قدم و51,000 مش رقم قليل. الأسعار دي يا جماعة لشهر يونيو. تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده وهي تلاجة فريش 369 لتر. 319 لتر أسفة. و13 قدم وسعرها 17,700. دي برضو زي ما قلت لكم الغزاوي.
تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده، وهي تلاجة كريازي 690 لتر 24 قدم، سعرها 17,180. بتبقى طبعا ضمان 10 سنين. طبعا كريازي السعة اللترية بتاعتها بتبقى كبيرة جدا. يعني هي دي 690 لتر، فهي كبيرة، يعني كبيرة جدا، 24 قدم. لكن هي عامة كريازي بتبقى غير التلاجات الباقية، بتبقى كبيرة جدا، تبقى تلاجة ضخمة. بس برضو في ناس بيقولوا ان اخر 5 سنين ان مشاكلها كتير، يعني وان الفنيين مش على قدر كافي من ان هم يقدروا يصلحوا الجهاز. وفي ناس كتير بيقولوا ان هم بيتصلوا وما بيردوش. بس برضو اللي عندهم تلاجة كريازي يكتبوا لنا في الكومنت. الهدف من الفيديو ان احنا بنتبادل الاراء، يعني بنتكلم زي ما بيقولوا كده بصوت عالي. انا مش بصمم على رأيي ولا حاجة، ولو حد قال لي رأيه يعني بتقبله، يعني مش بيضايقني ابدا. ده شكل الجيب، الفريزر بتاعها برضو واسع جدا وكبير جدا، في فتحات تبريد من كل حتة. على فكرة كريازي التبريد بتاعها كويس جدا. بس هي المشكلة بس ان يعني ساعات فجأة كده بتلاقي الجهاز فصل مرة واحدة يعني. وانا ما بحبش الجهاز بصراحة اللي يعني مشاكله كتير. انا بحب اجيب الجهاز كده وخلاص، رميته ودفعت فيه مبلغ، خلاص بقى مش عايزة اي مشاكل. التلاجة بقى اللي معانا بعد كده دي تلاجة ال جي 592 لتر، وبلوك، وفيها لوك وواي فاي. يعني تلاجة إمكانياتها عالية جدا من الآخر، يعني تلاجة جايبة من الآخر. سعرها 82,000، يعني لازم تبقى يعني تلاجة رهيبة يعني. طبعا انفرتر. على فكرة كل التلاجات اللي انا وريتها لكم دي كلها كلاس ايه، فيها ديسبنسر زي ما انتم شايفين كده. يعني بدل ما تقعدي تفتحي كل شوية وتجيبي مية، ففي ديسبنسر من مرة عشان مش تفتحي التلاجة كتير. طبعا واسعة جدا جدا يعني هي كبيرة جدا، يعني 592 لتر يعني كبيرة. طبعا بيبقى فيها الحاجات اللي بتقتل البكتيريا والهواء بتاعها نقي، ويعني فيها إمكانيات عالية جدا. الماتيريال بتاعتها ممتازة. ال جي ماركة لا غبار عليها، يعني بتجيبيها وانت مطمنة. برضو كمان في عيب في ال جي عايزة اقول لكم عليه، الجلدة بتاعتها. الجلدة بتاعتها برضو دي من اوائل الحاجات اللي يعني لو خلاص التلاجة يعني بقالها كتير وكده اللي بتبوظ الجلدة بتاعتها. والمشكلة ان هي لما بتيجي تغيريها مش بتبقى الأصلية. وكمان بتدوخي عمال ما بتلاقيها، وسعرها غالي جدا. يمكن ده البوينت الوحيدة اللي اقدر اتكلم فيها في ال جي، موضوع الجلدة اللي حوالين الفريزر والديب فريزر، الفريزر والتلاجة. تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده، وهي التلاجة كريازي، لونها اسود، 370 لتر، 13 قدم، بتبقى كلاس ايه. بتستهلك 46 كيلو وات، ده الاستهلاك الشهري بتاعها. طبعا برضو بيقولك ان هي فيها بلازما وحاجات من ديت. بتفتحي بقى التلاجة بتبقى على فكرة حجمها مناسب جدا. رغم ان هي 13 قدم، بس تحسوها مش كنزة زي باقي التلاجات. الماتيريال بتاعتها كويسة إلى حد كبير. يعني تلاجة واسعة يعني. وبصراحة في ناس كتيرة بتلجأ لها وبتحبها، يعني ماركة كريازي في ناس كتيرة بتفضلها. دي بقى برضو نفس التلاجة بس اللون السيلفر، برضو 13 قدم وكلاس ايه. وده شكلها نفس الديزاين ونفس كل حاجة. يعني الفرق بينهم حاجة بسيطة قوي. سعرها 20,450. السعر ده موجود على امازون. متهيألي امازون ساعات بتزود سيكة كده يعني، ساعات بتزود 1000 أو 2000 جنيه، يعني تقريبا هتلاقوها في المحلات ارخص من كده بكتير. ده شكل بقى الفريزر بتاعها، مش عاملين بوكس، هو عاملين مجرد المكعبات التلج دي بتحطيها بالشكل ده. وفي ناس كتيرة بتشيلها عشان المساحة. وده شكل الفريزر بتاعها. ماركة كريازي من الماركات المتوسطة، نقدر نقول عليها من الماركات المتوسطة. نرجع تاني لماركة فريش، وعايزة اقول لكم ان فريش حققت مبيعات خلال الاربع خمس سنين، مبيعات كبيرة جدا، يعني تفوقت على نفسها ماركة فريش في الثلاجات اخر 4 5 سنين، لان سعرها مناسب والديزاين بتاعها رائع، وفي ناس كتيرة جدا شكرت فيها. دي فريش 471 لتر، يعني 16 قدم و6 من 10. سعرها 25,920، والسعر ده هتلاقوه في رنين. طبعا هي بتبقى كلاس ايه، واستهلاك للكهرباء 46 كيلو وات، ده الاستهلاك الشهري.
زي ما انتم شايفين كده الديزاين بتاعها بيبقى رائع جدا. يعني تلاجة يعني مريحة كده وشكلها حلو. الخامة بتاعتها كمان رائعة، يعني إلى الآن محدش اشتكى من فريش نهائي. الستانلس كمان اللي موجود ده مشيك شكلها جدا. يعني الناس اللي كانت بتسأل عن ماركة فريش هي كويسة ولا لأ، فبصراحة أنا بفضلها هي وزانوسي. هي في الماركات اللي سعرها كويس والجودة بتاعتها كويسة جدا. في ناس ما بيقدروا يشتروا شارب أو ال جي، يعني يقولوا إن سعرها غالي جدا. فانا بقول لكم فريش وزانوسي من الماركات اللي كويسه جدا وسعرها حلو جدا، والجميع يقدر يشتريها، وفي نفس الوقت الديزاين رائع ومفيش حد اشتكى منها وتبريدها كويس جدا. ففريش وزانوسي ممتازين يا جماعه. ده شكل الفريزر بتاعها. تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده، وهي تلاجة زانوسي. السعر اللي عليها ده قديم ملكوش دعوة بيه. طبعا الأسعار اتغيرت تماما. أنا عايزة أقول لكم الفيديو ده من 6 شهور، بس الأسعار يعني اتغيرت تماما تماما. طيب دلوقتي دي 437 لتر، 15 قدم وأربعة من عشرة. سعرها 25,374. والسعر ده موجود في رنين، وانا اتعمدت ان اجيب لكم يعني اسعار رنين علشان خاطر برضو الاسعار الموجوده في السوق مش بيبقوا مزودين زي المواقع اللي بتبقى على النت اللي زي امازون وكلام من ده. فهي سعرها 25,374. هي لونها اسود زي ما انتم شايفين، وكمان من جوه عاملين حركه شيك قوي ان هي كمان من جوه لونها اسود. فبصراحة يعني زانوسي من الماركات المحترمة جدا، الإيطالي المحترمة جدا. مفيش حد اشتكى منها برضو نهائي، عاملة زي فريش كده. الناس شكروا فيها جدا. زي ما انتم شايفين برضو الفريزر برضو لونه اسود وفيه مكعب التلج ومساحته كويسة جدا. دي بقى تلاجة فريش 362 لتر، 14 قدم، سعرها 15,450. وكنت في أول الفيديو جايبها لكم، بس كان لونها الأسود، ده اللون اللي استلس. تفتحوها بقى يعني شكلها حلو جدا. الماتيريال بتاعتها ممتازة. زي ما قلت لكم فريش من الماركات المحترمة جدا اللي ما تقلقيش لما تجيبيها. يعني ان شاء الله ان شاء الله مش يبقى فيها اعطال، يعني اعطالها قليلة جدا ونادر. زي ما انتم شايفين كده هي ال 14 قدم بتبقى كنزة شوية. يعني بداية ما تشتروا ابتدوا من 16، لكن طبعا لو انت امكانياتك انك تشتري 14 يعني ان شاء الله ربنا يبارك لك فيها يعني. وده الفريزر بتاعها، مش عاملين البوكس بتاع التلج عشان ما ياخدش مساحة. عاملين بس هو يعني جزء كده لمكعبات التلج. بس والله العظيم وانا بحس ان البوكس ده ملوش اي لازمة، يعني هو بيضيق التلاجة على الفاضي. فهم اختصروا الدنيا يعني. وفي ناس كتيرة جدا بتشيله. طبعا فتحات التبريد هتلاقوها من كل حتة. تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده، وهي تلاجة زانوسي 370 لتر، 13 قدم. سعرها 22,990. هتلاقوها في رنين بالسعر ده. طبعا مش بجبرك خالص ان انت تشتري من رنين او من اي اسم انا قلته. الفكرة كلها في ان انا بحب اجيب اسعار الموجودة في السوق، يعني علشان ابقى فدتك فعلا. ورنين موجود في كل انحاء الجمهورية، فعشان كده برضو بحب اقول الاسعار منه. ما برضاش اجيبها من المواقع بتاعه النت لان هي ساعات بتبقى مزودة كتير. زي ما قلت لكم دي زانوسي 370 لتر، 13 قدم، وب 22,990. ده بيبقى شكلها من جوه كده. الفريزر بتاعها مساحته كبيرة جدا، مساحته كويسة جدا. تعالوا بقى نشوف التلاجة اللي بعد كده. دي فريش، لونها اسود زي ما انتم شايفين، 426 لتر، 15 قدم، بتبقى كلاس ايه. استهلاكها للكهرباء 45 كيلو وات، ده الاستهلاك الشهري. فيها شاشة ديجيتال. سعرها في رنين 21,530. وزي ما قلت لكم فريش من الماركات الممتازة اللي تقدري تعتمدي عليها، وفي نفس الوقت سعرها كويس جدا. الاستانلس موجود. الاستانلس ده بيشيكها جدا يعني. شكلها حلو جدا، يعني حاجة تشرف. دي 15 قدم، وعلى فكرة تخيلوا ان هي اكبر من ال 14 قدم شوية. بس تحسوا انها مش كنزة زي ال 14 قدم.
هقول لكم بقى على شوية تلاجات ما كانتش موجودة في المعرض، هقول لكم على سعرها سريعا كده، ورقة وقلم بقى واكتبي ورايا علشان انا هقول بسرعة. دي شارب 449 لتر نو فروست، سعرها 26995، وعلى امازون 27763، على امازون اكتر شويه. التلاجة اللي معانا بعد كده وهي تلاجة شارب 384 لتر، وموجود سعرها على امازون 31000. التلاجة اللي معانا بعد كده وهي وايت بوينت 420 لتر و27599. والتلاجة اللي معانا بعد كده هي توشيبا ب27093. والتلاجة اللي بعد كده وايت بوينت 2 باب 412 لتر، وسعرها 26999. والتلاجة اللي معانا بعد كده زانوسي 370 لتر ب 22999. والتلاجة اللي بعد كده زانوسي برضو 347 لتر وسعرها 25374. والتلاجة اللي بعد كده فريش 336 لتر سعرها 22959. بعد كده التلاجة اللي معانا شارب وسعرها 385 لتر وسعرها 26999. وتوشيبا 411 لتر وسعرها 32000 من رنين. وبساب 340 لتر وسعرها 11875، والسعر ده موجود في رنين. والتلاجة اللي معانا بعد كده فريش 336 لتر ب 22995. والتلاجة اللي معانا بعد كده دي تلاجة توشيبا 335 لتر وسعرها 28999. هي في منها شكلين، الشكل الاولاني والشكل التاني اللي انتوا شفتوه ده، وموجود على موقع هوم سمارت. ده توشيبا 304 لتر ب 23738. والتلاجة اللي معانا بعد كده سامسونج، ودي سامسونج الكومبي سعرها 29556. والتلاجة اللي معانا بعد كده هي تلاجة بوش وسعرها 28526. وده بيبقى شكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. انا بقول لكم بعشق الكومبي جدا. ودي تلاجة كومبي 456 لتر، دي ماركة بوش زي ما احنا اتفقنا، سعرها 38110. ودي ماركة شارب 348 لتر وسعرها 28000. ودي بيكو 448 لتر 32000. ودي ماركة شارب 340 لتر وسعرها 25516. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو واكون جبت لكم كل الماركات. ويا ريت بقى لو حبيتوا الفيديو واستفدتوا منه مش تنسوا تشتركوا في القناة وتكتبوا لي كومنت لو اي حاجة واقفة معاكم.